عام للترشح لمنصب الرئيس في انتخابات الكاف. الكاف قرر إلغاء التمثيل في مجلس الفيفا حسب التوزيع اللغوي. الكاف أعلن أنه سيتم انتخاب 3 مناصب، وهي رئيس اتحاد إفريقي كرة القدم، أعضاء المكتب التنفيذي، الأعضاء الأفارقة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. من المقرر أن تجرى مراسم انتخابات الكاف يوم 12 مارس من العام 2025 العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة. بكي في هذا كل احنا وين كتونس كتاريخنا ممكن صلب اسوار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بما انه ما عادش عندنا وزن في الكاف؟ احنا كسرنا رواحنا في الكاف من الانتخابات السابقه اللي طلع فيها موسيقي. كان عندنا طارق بوشماوي كان ينجم يترشح، انسان كان ينجم يعارك غادي وسامبوز. جينا احنا فتقناه من بعضه في تونس وقلنا فيه شكون نحن ساعة بكي؟ شكون نحن؟ المسؤولين على الكوره وقتها. مسؤولين على الكوره، الاختيارات مشات فيها الاتحاد التونسي لكرة القدم. هو وديع الجري وقت بالطبيعه الاتحاد ومن معه، ما نقعدش نحمل المسؤوليه الواحد. وديع الجري مع 11 عضو اخرين وينهم؟ الكلهم شافوا كرة القدم التونسيه ومصيرها ينكل به على مستوى دولي وتصفق. ولا واحد فيهم تكلم ولا واحد فيهم قرر احنا مش نغلطوا. كمل بعد ما تم ايقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم اللي هو اصبح ممثلنا في الكاف في المكتب التنفيذي. في المكتب التنفيذي وليت البلاصه هذيك فارغه. الاشكال توا هل من حق الهيئه الحاليه ان ترشح مرشح عن تونس لانتخابات الكاف؟ هذا سؤال. وشكون المرشح وكيفاش باش يتم اختياره؟ انت عندك هيئه تسويق. انا البارح نهار كامل واحنا عايشين في الدنيا هذه. البارح معناها تقريبا زاد عدينا مده بالواقفه انا سي شادي رحموني نحكيو في الموضوع هذا. شكون مش ترشح؟ يبدو انه طارق بوشماوي لم تعد له الرغبه والاستعداد في انه يترشح. وتم تو التفكير ربما في محمود الهمامي. ولكن هل من حقنا ان نرشح ام لا؟ باعتبار انه ما عندناش مكتب جامعي. وهل من حقنا ان نصوت ام لا؟ المسألة هذه ما زالت ماهيش واضحة 100%. الأغلب على الظن أنه من حقنا، ولكن الأغلب على الظن أيضا أنه البلاصة الفارغة ماشي ياخذها ولي الاقتصادي بتاع الجزائر وماشي يدخل بدون أي منافس. هو ياخذها دوفيس وتونس أوت بالمكتب التنفيذي للكاف. وقتها استنى مزيد. راهو الكيب ناسيونال اللي برشا عباد راهو يتكلموا ثم راهي كواليس لعبت لها تو الكيب ناسيونال هذه. مش فوزي البنزرتي برك أساء الاختيار، راه ثم حاجات تلعبت. انت تعرف ماتش مدغشقر مش نلعبوه ولا؟ وين؟ في جنوب افريقيا. والرحله تتكلف طياره بمليار ونص. هذا الكل قاعد تخدم على بالك اللي جزر القمور كان مش تلعب في لي دو ماتش نتاعها في تونس ولا؟ في تونس. لكن صارت مشكله ذولي مع شكون عمل المشكله؟ شكون بروفوكيها المشكله؟ شنو هي المشكله ذكرنا فيها؟ جزر القمور جاوا في ستاج قبل ماتشنا الاول وقال شنو حبوا يتفرجوا في الماتش وما خلاهمش يدخلوا. وشكون اللي ما خلاهمش يدخل وعلاش ما خلاهمش يدخل وحرضوهم من بعد باش يتراجعوا عن قرار لعب ماتش الاياب في تونس. من تونس ومن خارج تونس اللعب. الضرب جاي من كل شارع وناس قاعده تتقوى عليك. توا مصر قاعده تحضر في مرشح اللي هو هاني بوريده. بالضبط. انت قلت الناس كل قاعده تتقوى عليك. اليوم اللي يتحكم في اللعبه هذه لانه هي كلعبه الشطرنج يعني فما كلام على انه فوزي لقجع هو اللي يدفع بهاني ابو ريده مع تغيير القوانين. قد عمره هاني ابو ريده؟ 71 سنه. تم الغاء الشرط اللي يلزمه لا يتجاوز 70 سنه كل مترشح لرئاسه الاتحاد الافريقي لكره القدم. اليوم هالقوه الضاربه هذه المغرب داخل اسوار الكاف فوزي لقجع اللي هو يحرك هكا كيما يحب ممكن المسؤولين ويدير الامور كما يشتهيها. اليوم كيفاش باش تصير العمليه بكي؟ انتخابات امريكا، رئيس امريكا وقتاش؟ رئيس امريكا في نوفمبر. في نوفمبر والكاف في مارس. في مارس. اذا نجح ترامب سيكون موتسيبي هو رئيس الكاف. موتسيبي شريك بتاع لترامب في اعمال كبيره في ستانوم دافير. هو عنده شركات مع ترامب. واذا ربحت هو اللي جابه ديجا الكاف. كي اذا ربحت كامل تصبح اللعب محلول. يصبح لسوتيان امريكان لعب فيه محلول. ولكن راهو انصار موتسيبي مازالوا موجودين. خاصه القطر اللي موتسيبي وعدها واتفق معاه على تنظيم كوب دافريك 2031 في قطر.
كوب دافريك دي ناسيون، وهذه حاجه اثارت حافظه الافارقه خاصه الافارقه السمر اللي شافوا فيها اهانه اليوم، اللي هما يقولوا لافريك سي بور نو، معناها نتاعنا احنا نتاع السمر، يقول لك في كل شيء. وهذا واقع فهمتني. وهذاك شنو هو الشيء اللي اجل ظهور من الرئيس الاول للاتحاد اللي هو مصري لتوا ما طلعش رئيس غير اسمر في رئاسه الاتحاد الافريقي. اجل المساله هذه لتوا مع هاني ابو ريده اللي لقاو فيه اختيار توافقي يجموا يواجهوا به. شكون يدفع فيه هاني ابو ريده؟ من يدفع به هاني ابو ريده؟ يدفع به موتسيبي انديريكتومون بالتوريط نفسه في حاجات ماهيش مساعده برشا بلدان اللي كانت مسدته. وسسمو اللي هذاك اللي يبيع القرد ويضحك على الشريه ويقعد بالتالي يحرك في الدنيا كل. شكون؟ لقجة يعني بعيد معناه ودزك انت للمحرقه ويقعد هو يحرك لانه يخدم مصالحه طبعا. ثم الاراده المصريه في ان تسود في افريقيا. صار الصارويه يعتبروا نفسهم اسياد للقاره، معناها هم الكل، معناها في كل شيء في السياسه مقر الكاف في القاهره اكيد. الور ديما الطموح المصري هذاك باقي موجود في انه مصر تستعيد رئاسه الكاف مع شخصيه مصريه جديده. والدليل انه الى حد الان تجب تقول له هاني بوريده ربح شوط، لانك باش تعدي قانون الغاء 70 سنه يلزمك يكون ماجوريتي في التصويت. معناها الماجوريتي تو ماشي معاه. اش باش يصير بعد من تقلبات سياسيه وكذا؟ تو برشا عباد يقولوا هز وينفض، راهي الكل سياسه العمليه، راهي الكل سياسه والكل مصالح. راهو توا اسمه موتسيبي بيدو ثم محاولات لتوريطه في ملفات ماليه كبيره برشا. فهمت؟ وربما بوركو با زج بيه في السجن. فيما يخص الامور الماليه، فما تويت هبطوا رومان مولينا الصحفي الفرنسي قال لو كوميتي اكزيكوتيف دو لا كاف bien sûr valide un budget de la CAF avec de faux chiffres qui a été rejeté par la commission d'audit. هذا حكى على الامور الماديه والماليه في الكاف. بون كلام على 109 مليون دولار ارباح في التقرير المالي. فما امور غامضه ماليا كما قلت وتنجم ترتبط بتوريط موتسيبي. بالضبط. هو خلينا نقولوا حاجه، انه بعد عيسى حياته حدث للكاف ما يحدث الان للجامعه التونسيه لكره قدم. عيسى حياته اللي يقولوا به وعليه والتوانسه تسب فيه ماما، اللي هو يحب تونس ويموت عليها ويموت على التوانسه، وعاون تونس وتونس نظمت في وقته دوكم دافريك وخذت 3 بروجي جول للجامعه التونسيه بفضل تدخلاته هو مع الفيفا. طارق بوشماوي كان قريب برشا من عيسى حياته. اكيد جدا اكيد جدا. وطارق بوشماوي رفض انه يترشح ضد عيسى حياته قبل احمد كان اختيار فونتينو على طارق بوشماوي، ولكن طارق بوشماوي رفض ان يترشح ضد عيسى حياته لانه عيسى حياته بالنسبه ليه كان سندا لتونس معناها كبير برشا، رغم انه ساعات عنده بعض الخلافات. انا في بالي عنده برشا خلافات وفي لجنه التحكيم استقال منها طارق بوشماوي في وقت من الاوقات وقال له انا ما عادش نجم نواصل في وجود بعض اشخاص في الكاف اللي كانوا يتدخلوا في الكوليس نتاع التحكيم ويحاولوا باش يلعبوا لعبات اللي طارق بوشماوي كان ضدها. خسرنا ممثل تونس طارق بوشماوي. اكيد جدا. طارق بوشماوي نجح في الفيفا ب 54 صوت على 54 عمرها ما صارت في تاريخ الكاف. وهذيك ربما هي اللي حركت العداوات على طارق بوشماوي ولا يخوف. مالوريزمون العداوات اللي تحركت على طارق بوشماوي لقات ايادي في تونس سالو مالور وعاونتها على ابعاد طارق بوشماوي بكل الطرق باش طارق بوشماوي يكون توا ديجا ديغوتي من العمليه الكل من مصر الكل، وشاف المشهد الكل تغير ولات عصابات كثرت. الور حاجه اللي هو